تخيل انك صحيت الصبح بصيت من الشباك ما لقيتش الشمس. مش مغيمة، لأ، الشمس مش موجودة أصلا، والنجوم بدأت تقع زي حبات العقد اللي اتقطع خيطه، والجبال اللي طول عمرك شايفها ثابتة بقت بتتحرك زي السحاب. البشرية طول عمرها بتسأل سؤال واحد: إمتى وإزاي هتكون النهاية؟ هوليوود رسمت لنا سيناريوهات كتير، زومبي وكائنات فضائية وفيروسات قاتلة، بس الغريب يا صديقي إن السيناريوهات اللي العلم الحديث بدأ يتكلم عنها اليومين دول مرعبة أكتر بكتير من أي فيلم خيال علمي. والأغرب إن في كتاب نزل من أكتر من 1400 سنة وصف النهاية دي بدقة فيزيائية مذهلة. هل فعلا الكون هينتهي بالتجمد ولا بالانفجار ولا بالطي؟ وإيه اللي هيحصل في اللحظات الأخيرة قبل ما العالم ينتهي؟ خليك معايا لآخر دقيقة، لأن النهاية مش زي ما أنت متخيل، والمفاجأة الحقيقية إن النهاية ممكن تكون أقرب مما تتصور. عشان نفهم الفرق لازم الأول نشوف العلم بيقول إيه. الفيزياء الكونية عندها كذا سيناريو لنهاية العالم، وكل واحد فيهم أسوأ من التاني. أول وأشهر سيناريو هو البيج فريز أو التجمد العظيم. العلماء بيقولوا إن الكون بيوسع باستمرار، والمجرات بتبعد عن بعض، والطاقة بتخلص. في السيناريو ده النجوم هتبدأ تموت واحدة ورا التانية، الشمس بتاعتنا هتطفي، والكون كله هيتحول لمكان مظلم وبارد وميت. مفيش حياة، مفيش حرارة، مجرد فراغ عدمي للأبد. في سيناريو مرعب تاني يخصنا احنا ككوكب الأرض، وهو موت الشمس. علماء الفلك بيقولوا إن لما الشمس وقودها يخلص هتتضخم وتتحول لعملاق أحمر، هتبلع عطارد والزهرة وهتوصل لحد عندنا وتبلع الأرض. يعني الأرض هتتبخر حرفيا في حرارة الشمس. ده كلام العلم المادي، سيناريوهات قاسية وباردة وما فيهاش أي معنى، مجرد قوانين فيزياء وبتطبق بصرامة. بس تعال نشوف التصور اللي بيقدمه الإسلام، التصور اللي مش بس بيوصف حدث، ده بيوصف تحول كامل لقوانين الوجود. في الإسلام نهاية العالم مش مجرد حادثة، دي مرحلة انتقالية. القرآن الكريم وصف أحداث الساعة بدقة تصويرية وكأنك بتشوف مشهد 4K قدام عينيك. أول اختلاف جوهري بين الدين والعلم هنا هو عنصر المفاجأة. العلم بيقول إن النهاية هتحصل بالتدريج عبر ملايين السنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنها هتحصل بغتة، يعني فجأة. تخيل معايا الحديث ده، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. يعني 2 تجار فاتحين قماش بيبيعوه، القيامة هتقوم قبل ما يلحقوا يطبقوا القماش ده. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. واحد حلب الناقة وشايل اللبن مش هيلحق يشربه. طب شكل الكون هيكون عامل ازاي؟ العلم الحديث بيتكلم عن تمدد الكون. القرآن اتكلم عن نظرية تانية خالص اسمها الانسحاق العظيم أو بيج كرانش. الله سبحانه وتعالى بيقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. تخيل الكون ده كله بكل مجراته بيتطبق زي الورقة، زي الكتاب لما نقفله. ومش بس كده، قوانين الفيزياء اللي احنا عارفينها هتتعطل، الجاذبية هتنتهي، وإذا الكواكب انتثرت تماسك الجبال هيختفي، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني زي الصوف المتطاير. حتى البحار مش هتجف، لأ، دي هتولع نار. وإذا البحار سجرت. قبل ما تحصل لحظة الانهيار الكوني دي والنفخ في الصور، في علامات كبرى، إشارات تحذير أخيرة إن السيستم بيقع. أخطر علامة واللي هتأكد للبشر إن قوانين الفلك اتغيرت هي طلوع الشمس من مغربها. اللحظة دي فارقة جدا. تخيل علماء الفلك في ناسا وقتها لما يكونوا قاعدين وبيشوفوا إن دوران الأرض بيتباطأ وبعدين تعكس دورتها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف اللحظة دي بإنها لحظة إن باب التوبة هيتقفل. خلاص، الامتحان خلص والورقة اتسحبت، اللي آمن آمن واللي كفر كفر. وبعدها تيجي أحداث متسارعة زي خرزات العقد، الدابة اللي بتكلم الناس، والدخان اللي هيغطي الأرض، لحد ما تيجي اللحظة الحاسمة.
النفخة الأولى. الله عز وجل بيقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الصوت ده مش بس صوت عالي، دي موجة صوتية هتفني الحياة تماما. سكون تام، مفيش حروب، مفيش بورصة، مفيش سوشيال ميديا، مفيش صراعات. لمن الملك اليوم؟ محدش هيرد، فيرد ربنا عز وجل على ذاته العليا: لله الواحد القهار. دلوقتي أنا عارف إن الكلام ده مخيف، وممكن تكون بتسأل نفسك: يا ترى هعيش لليوم ده وهشوف الأهوال دي؟ وهنا النقطة اللي بتفوتنا كلنا والخدعة اللي الشيطان بيعملها معانا. احنا دايما مشغولين بنهاية العالم الكبيرة، بالسيناريوهات العظيمة والأحداث الكونية، ونسينا إن كل واحد فينا ليه نهاية عالم خاصة بيه لوحده. في الأثر يقال: من مات فقد قامت قيامته. أيوة يا صديقي، مش محتاج تستنى الشمس تطلع من المغرب ولا النجوم تقع. كل اللي محتاجه عشان قيامتك تبدأ هو إن قلبك يبطل يدق دلوقتي أو بعد ساعة. أسأل الله أن يطيل في عمرك ويحسن عملك، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. اللحظة اللي بتغمض فيها عينك عن الدنيا هي دي لحظة انشقاق السماء بالنسبة لك، والقبر هو أول منازل الآخرة. هو ده البرزخ اللي بيفصلك عن العرض الأكبر. السؤال مش إمتى الساعة هتقوم، لأن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له متى الساعة ما ادالهمش توقيت، لكن رد عليهم بسؤال أهم: وماذا أعددت لها؟ نهاية العالم في الإسلام مش قصة رعب هدفها تخويفك، لا بالعكس، دي رسالة تذكير إن الدنيا دي بكل دوشتها ومشاكلها مؤقتة جدا وقصيرة جدا، وإن العدل المطلق قادم لا محالة. والمؤمن الكيس الذكي هو اللي بيستعد للقاء ده، مش بالخوف والهلع، لا ده بالعمل وجبر الخواطر والرجوع لربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. لو الفيديو ده حرك فيك شعور أو فكرك بحقيقة كنا ناسيينها، يا ريت تشاركه مع غيرك، يمكن تكون سبب في إن حد يفوق ويرجع لربنا، ويكون ده في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون. قولولي في التعليقات إيه أكتر علامة من علامات الساعة بتخليك تحس بقرب النهاية، وأنا إن شاء الله هقرأ كل تعليقاتكم. ما تنساش تعمل لايك لو المحتوى عجبك، وتشترك في القناة عشان نواصل الرحلة. شكرا ليكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.